الثقافية، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من حلقات الأجيال تأتيكم على الهواء مباشرة. كما تعلمون مشاهدينا، في هذا البرنامج الأجيال نحاول أن نتتبع العلاقة بين الأجيال الإبداعية المختلفة، نحاول أن نستنشق عبير الإبداع المتأصل وعبير أيضا الإبداع الذي يشب عن الطوق ويخرج إلى الوجود، معتمدا على ما يناله أو ما يصله من هذا الإبداع القديم، من هذا الإبداع المتحقق، هذا الإبداع الذي يأخذ بيده ويعني ربما في الإبداع في الشعر، في الموسيقى، في الأدب بشكل عام لا نجد مثل هذه الروح كثيرا، ولكننا في هذا البرنامج الأجيال نحاول أن نلتقط هذه النماذج لنقدمها لكم على شاشة قناة النيل الثقافية، لنؤكد على أنه من لا جذور له لا فروع له. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة يسعدنا أن يكون معنا الشاعر الكبير الأستاذ فؤاد حجاج. أهلا بك أستاذ فؤاد. أهلا وسهلا. في تعريف سريع بالسيرة الذاتية وفي عرض سريع للسيرة الذاتية للشاعر الكبير فؤاد حجاج، وهو أشهر من أن يعرف، ولكن جرت العادة في هذا البرنامج أن نعرف ضيوفنا في بدايته. الأستاذ فؤاد حجاج ولد عام 49 بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم الإعلام من الجامعة العمالية عام 85، وهو رئيس القسم الأدبي بجريدة العمال الأسبوعية، بالطبع عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر. أصدر العديد من الدواوين الشعرية والدراسات والمسرحيات، نلتقط منها سريعا وادي الخوف صدر عام 71، ديوان بالعامية، وأيضا في المحكمة، غنوة المطر، وغناوي القلب، يوميات عبد العال، محاكمة شخصيات نجيب محفوظ وهي قصيدة درامية، نور النار، وفتافيت الجمر. كذلك أصدر كتاب مسرحيتين بعنوان والله زمان عن هيئة أصول الثقافة، وشفتوا العصفور وهو ديوان شعري للأطفال، المزني شايل صندوق الدنيا، رؤيا وأشعار عن كتاب رحلة التنوير للدكتور سمير سرحان والدكتور محمد عناني. وقدم للإذاعة العديد من البرامج، منها مصر الصناعية وجحا 79 وأصل الحكاية، وهي فوازير ومسلسلات وبرامج شعرية وكذا. قدم أيضا للمسرح وعرضت على خشبات المسرح له مسرحية والله زمان يا فاطمة، ومسرحية خطار الحواديت وهي مسرحية للأطفال. وكذلك قدم للتلفزيون العديد من البرامج، منها برنامج من هنا وهناك، وبرنامج أوراق من شجرة أكتوبر، ومشاعل، والمسحراتي، ومعاني من القرآن، أبو الهول بيقول، وغالي عليا. وكذلك قدم العديد من المسلسلات للأطفال، منها مغامرات الشاطر حسن وحسان، وبندق العجيب، ويعيش يميش، ولعبة الخيال. وكذلك كتب أشعار العديد من المسلسلات الدرامية التي قدمت في التلفزيون المصري، منها أشعار مسلسل حديث الصباح والمساء من تأليف الكبير نجيب محفوظ وإخراج أحمد صقر، وأشعار مسلسل لقاء السحاب، وأشعار مسلسل رجع لك اسكندرية، وكذلك مسلسل نهار وليل. قدم كذلك العديد من الأشعار للمسرحيات، منها مسرحية الأطفال توت توت، وعصفور خايف يطير برضو للأطفال، ويوم من هذا الزمان، وأدي البيضة، ونور العيون، والساحر شهبور. طبعا يوم من هذا الزمان للشاعر السوري الكبير محمد الماغوط. أكرر الترحيب بك مرة أخرى أستاذ فؤاد، واسمح لنا أن نقدم كذلك الشاعر الشاب والمبدع الجميل محمد الجبالي. أهلا بك محمد. محمد فنان تشكيلي كذلك، إلى جوار أنه شاعر عامية، ولد عام 79 بالقاهرة، حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة عام 2002 من قسم التصوير، وشارك في العديد من المعارض الجامعية في الفن التشكيلي منذ عام 2002 حتى الآن. أصدر العديد من الدواوين الشعرية، منها بين الغريب والوطن 96، والرقص في الشارع 2002، والموت في أحضان اليمام 2005، ولو تحت الطابع ديوان بعنوان الشاطر حزن الشاطر حزن. ويعمل في مجال فن تشكيلي، وعضو أيضا بنقابة الفنانين التشكيليين. أهلا بك مرة ثانية يا محمد. أهلا بك. وفي البداية يا أستاذ فؤاد، لا يمكن أن نكون مع الشعر ولا نبدأ بالشعر. مظبوط. نبدأ بالشعر. اسمها لحظة ميلاد. أسحب عيوني بعد التوهة وأهرب
أغمض وارسم الدنيا بريشة الحلم النضيف، أعشقها عشق الوليف للوليف، عشق الطيور للفضا والغنى، أعشق ألمها وحزنها وأعشق في سن الوليد ضحكها، أرسم الدنيا بريشة الحلم الشريف، وأحلم في جوه الحلم بيكي، لأنك المرسى الأمان، وأنا من زمان مركبي تايه في وسع البحار، على فين تروح والفين، لا سكة أو مشوار، أصحابي بينهم برغم الحضن ملقتنيش، أهلي وكل الناس عيون عيون عيون، قلقانة من الدمع القديم، يهربوا فيا وأهرب منهم فيهم، نهرب في نفسينا ونرص صمت البكا فينا، ده كل شيء زي السحاب ماشي، والسكة لسه تراب وناس، والامتى تعشق في الغنى يا الجريح، والريح مريسي بالكلام والعفار، أغمض وارسم الدنيا بريشة الحلم الحبيب، أعشقها عشق الكلام الحق للطلوع، عشق القلوع للهوى والسفر، عشق الإيدين للإيدين في اللقا، وما دمت في الهو الغريب، غريب بغمض واغيب، واحلم في جوه الحلم بيكي، افتح عيوني اغمض، ما زالت الحيرة تلول تلول، وما زالت الخلق عيون عيون مستنظرة رجوع الدموع. جميل يا فؤاد. محمد، تكتب شعر العامية كذلك، وبدأت تنشر دواوينك في فترة مبكرة. يمكن كان عندك وقتها كام سنة؟ يعني أنا بدأت أكتب 17 شعر سنة تقريبا. تقريبا. مم. بدأت 17 أكتب من سنة. سن 10 سنين، مم. ونشرت يمكن طبعة محدودة في سن 17، مم. وفي سن مثلا 21 طلعت أول ديوان اللي هو سنة 2002، مم. الرقص في الشارع. طب نقدر نسمع منه قصيدة؟ طيب أوكي، أنا أقول بس قصيدة من الديوان الثاني الأول، لأن وماله ممكن القصيدة اسمها الموت في أحضان اليمام. مم. كان طير وطار، شد الرحال على درب مليان بالشجن، طارح شجر ما تشوف رموش العين مداه، شد الرحال سواح في بحر الوجود، داقت سنينه اللي جاية زي أرضه وسماه، وإزاي يبلل ريقه نيل عطشان، باكي ولا سمعين أنين لبكاه، والموت شبح في الليل حاصر في صوته غناه، صوته الكتوم مبحوح وزي صداه، مطلوق ما بين فخين وحلم بخيل، كان جاي يرجع بس يظهر تاه، يبكي ولا يروح لحضن اليمام، مم. يبكي لكن يروح لحضن اليمام، مش شرط كل البكا يبقى والموت في أحضان اليمام مش موت، لا حياة، الموت في أحضان اليمام انسجام، والفرحة مش للطيور الجريحة، جريح طريح عيان بداء الابتسام، سريح وحاضن غنوة سريحة، في ناس تحب أكل الحمام، وناس هديل الحمام يبقى لها تسبيحة، فما تقوليش أصل احنا عايشين والسلام، يمكن نموت زي البيوت الطريحة، يمكن نموت زي شجر الليمون ما مات دبلان، وفات حاجات مسخة لا طعم ولا ريحة، كل اللي مات له دوا إلا اللي كانت موته بفضيحة، وأنا كانت فضيحتي حب حتى الموت، خلى في حياتي الموتة تصبح مريحة. مم. جميل يا محمد. أستاذ فؤاد، من المحلة الكبيرة بدأت وانتقلت سريعا للقاهرة، تمام. حي شبرا. تمام. هذه النقلة وهذا الانتقال من عالم يمكن مقفول شوية إلى عالم واسع قوي، كانت عملت إيه معك؟ هو طبعا احنا جينا بدري القاهرة الحقيقة، يمكن المرحلة الابتدائية نفسها كانت في مصر يعني في شبرا. مش ده الفيصل، لكن الفيصل هو لما بدأت أتنقل لشبرا الخيمة اللي هي موقع العمال وأحد قلاع العمل في وقت الستينيات وكده. لمحت شيء غريب جدا، إن هناك حركة دائبة ونشطة جدا
في المؤسسة الاجتماعية العمالية وفرق مسرحية وفنون تشكيلية ومزيكا. عالم كان بالنسبة لي عالم بتلمسه بخوف ورهبة وحب خفي. في الفترة ديت الحقيقة يعني، أو أنا بدأت التعبير بعد 67. لأن 67 طبعا في جيلي طبعا أثرت تأثير كبير جدا، وبدأنا نعمل مجموعات أدبية تعمل من أجل المعركة، وبدأنا ننظم مجموعات تشارك في حرب الاستنزاف بعد ذلك. والحقيقة في الفترة ديت تعرفت على عدد كبير من الشعراء، وبحكم عملي في مجلس مدينة شبرا الخيمة في الوقت ده وبرع 11 مركز شباب ثقافيا، فكان عندي احساس بالفارس اللي عمال في كل حتة بيكتشف حتة ضوء، في كل حتة بيكتشف شاعر، بيكتشف لوحة. ده رمى عليك مسؤولية، إحساس بالمسؤولية مبكرة تجاه مبكرة المبدعين جدا. دي حقيقة بجد يعني. مم. وكأنها يعني لما بعملها بعمل بحالة من حالات التحقق ان انا ما حدش مد ايده ليا بالامان. ازاي امد ايدي بجد، وازاي ابقى نافذة جيدة يطل منها المبدع على جمهوره والى اخر دوت. وعشان كده يعني زي ما تقول انشأت النشاط الصحفي والمكتبات ازاي يبقى فيها مسابقات وكل ده وبعد كان. كده في اتحاد الكتاب بعد فترة طويلة أوي في اتحاد ده الكتاب بعد العمر تعمل بقى. ندوة. ايوه بعد العمر. تعمل ندوة بتستضيف فيها مبدعين الشبان. طبعا في ندوة لما نقفز بقى هذه القفزة. فبعد نجاحي في اتحاد كتاب مصر وجدت ان الشكوى الدائمة ان هذا المكان مهجور، ما حدش بيروح له وما فيش ندوات حقيقية بتتعمل فيه. فقلت لا، هيبقى في ندوة شهرية للشعر العامية. وفي الدورة اللي فاتت انا كنت رئيس هذه الشعبة، وبدأت يعني اسن شيء لطيف جدا، وهو الوفاء لمن رحل والتقدير لمن يعطي. ففي كل ندوة لازم نتذكر سويا عبر الأشعار أحد الشعراء الراحلين. يعني قلت عبد الدايم الشاذلي، على زكي عمر، على عبد الرحيم منصور مؤخرا. وفي كل ندوة بيبقى جنبي على المنصة أحد الذين تحققوا، أحد الذين أبدعوا وأعطوا هذا المجال من عمرهم ومن ذهنهم ومن فكرهم، وأثروا في أجيال بعدهم. وبعمل هذه المزاوجة ما بين اللي قدموا رحل، واللي قدموا موجود، واللي قدموا عينه في بكرة، من خلال العدد الكبير جدا اللي بدأ يجي ليس من القاهرة فقط. ولكن لسه كنت بتكلم مع محمد واحنا في العربية حوالين العدد اللي بدأ يجي لك من المحافظات، وانك على الرغم من ان في يعني فروع اتحاد الكتاب في محافظات كتير. بالظبط كده. في الغربية، في طنطا، وفي احنا اسكندرية، في 6 افرع في المحافظات، في المنصورة، في الزقازيق، صحيح، في المنيا كمان. وفعلا بيجي لي من هذه الاماكن وهذه الاتحادات الفرعية عدد من شعراء العامية اللي بحبهم، بقدرهم، بقدمهم. طيب محمد، كنت واحد من اللي اتقدموا على خشبة اتحاد الكتاب عبر الأستاذ فؤاد حجاج واهتمامه بالأجيال الصاعدة. يمكن هو كان مقرر لجنة الشعر العامية في الدورة السابقة، دلوقتي هو مقرر لجنة الشؤون الإنسانية أو العلاقات الإنسانية. لا، رئيس لجنة العلاقات الإنسانية ومقرر شعبة الشعر العامية برضه زي ما هو أخويا وحبيبي الشاعر الكبير سمير عباقي. طبعا قال لي لا، يعني اللي أنت بتعمله شيء جميل جدا، ما حدش يمسه، استمر. وهو نضالي كمان، وهو طبعا احنا عارفينه كلنا يعني نفس وشبرا كمان، يعني مش بعيد. لا صحيح. محمد، الجو يمكن مختلف